طيب نيجي برضو نكمل شركه تايجر، عشان هي عامله برضو، حاطين تايجر عامله عظمه يا جماعه، عامله عظمه. عاملين اكسلنس تايجر برضو نفس شركه تايجر، عشان كده قلت لكم يعني هم يعتبروا براند واحد. بس هو عامل شكل شيبسي مختلف. هو 3 بس انا بصراحه ما لقيتش الثالث. هو في منه بال لايم اند كاردينيتر يعني. عملت سيرش عليها وطلعت اللي هو الكرفس، اللي هو بيتحط مع الليمون. هو ده كرفس ولا ده ايه؟ ها؟ طب يا جماعه طلعت كزبره مش كرفس. يعني شفت ده كزبره مش كرفس، بس حتى بتلخبط وانا بشتري الكزبره والكرفس شبه بعض. طيب في هو بالليمون والكزبره، وده بالخل وبرده ملح البحر. ده زي شويه البيك شيبس اللي عامله، فهنشوف طعمه احلى ولا هو. الطعم الثالث موجود ورا بالسويت شيلي، ده انا ما جبتوش واعتقد هيبقى طعمه قريب من الرو، بس انا ما لقيتوش الصراحه. فتعالوا نجرب. ده شكل بالليمون وكزبره. تمام. برضو هو رايح ناحيه رو، يعني كله تقريبا رايح ناحيه شكل رو اول واحد عامل كاتب تقريبا في مصر. فتعالوا نشوف. ريحته يا جماعه الليمون طالع منه بطريقه، يعني حاسس ان هم عصير ليمونه هنا. ليمون تحفه، ريحته تحفه. انا بحب الليمون فاعتقد هيعجبني. ده شكل بطاطسايه مختلفه تماما عن تايجر. تعالوا ندوق. بصراحه مش محتاجه ادوق واحده تاني، يعني الليمون فيه لاذع قوي. يعني الليمون فيه، انا لو دقته وغمضت عيني ودقت ده ايه، ليمون، يعني ليمون. وفيها طعم الكزبره، ده اللي عجبني ان هو فيها طعم الكزبره فعلا. انا قلت بقى ايه بقى، مش عارف مين اللي عامل، بيفكر يحط كزبره مع الليمون. بس هو طعمه حلو، طعمه حلو اللي بيحب الحاجه الحامضه او الليمون. تمام. الليمون فيه يعني باين قوي، ضارب يعني. طيب نيجي للتاني، تايجر بالخل وملح البحر. ملح البحر مش ملح عادي، مش عارف في فرق ولا لا، بس ملوش ريحه. ده بس شكل بطاطسايه كده. تعالوا ندوق. طعم الخل فيه هادي قوي، يعني هجرب بين ده واللي كده. ده بيك شيبس اللي هو كان بخل وملح. هجرب واحده منه بعد ده. هشرب ميه بس عشان نفصل. طيب بيك شيبس طعم الخل فيه عالي زي ما قلت. لا تايجر طعم الخل فيه هادي قوي، الملح فيه برضو موجود، يعني الطعمات بتاعته بصراحه مش قويه. انا لو هشتري خل وملح مش هشتري تايجر، هشتري بيك شيبس. طيب انا انهي فيهم عجبني اكتر؟ ببساطه يعني لسه قايل واضح، يعني الخل والملح لا، تاني واحد. واصلا مش هشتريه، يعني لو هشتري خل وملح مش هشتري تايجر. لكن تايجر الليمون والكزبره لا، ممكن اشتري تاني. الليمون تحفه. طيب دلوقتي مع دوريتوس نزل 3 اطعمه، مش 3 اطعمه، 3 طرق ازاي تحرق الانسان. بيقول لك الحريف، وعامل كده 2 احمر يعني من تحت شرطتين، وفي النص الاشكيف، بس انا بصراحه ما لقيتوش. ولقيت المخيف ده بقى ايه، يعني كله كامل احمر، العداد كله احمر. ده شكله. فاحنا هندوقهم في النص عشان فاضل المنتجين في الاخر. واحد منهم يعني حلو كده، واحد منهم سويت. خلينا نشوف بالترتيب ايه اقل مستوى حراره وايه اعلى مستوى حراره. ده اسمه الحريف، مكتوب عليه مستوى الحراره هيت ليفل 1. مش عارف خلى التنين يطلع النار، ربنا يستر. ده بطعم الفلفل الحلو. وده المخيف، ده ليفل 3. في ليفل 2 في النص قلت لك مش ما لقيتوش. وطعم الفلفل الحلو برضه، مش عارف ازاي حلو وحراق نار. يعني تعالوا نشوف.
احنا دلوقتي هنجرب الحريف اللي هو ليفل 1. طيب ده شكله، ده الكميه اللي جواه. يعني هو ده ب 3 جنيه، سعره 3 جنيه على الكميه. تمام، تعالوا ندوق. دوريتوس العادي مش حراق خالص يا جماعه خالص. يعني ده طعم الفلفل حلو واللي لونه ازرق. الافتر تيست شويه ابتدى يبقى فيه سنه، هي تاتش كده بسيط حراق، بس يعني مش عارف هم عملوه ليه. هو بالظبط الفلفل الازرق، بس في تاتش في الاخر كده حراق. لو انت ما بتحبش الحراق خالص ما تجيبوش، بس لو انت بتحب الحراق ما تجيبوش، ما هو مش حراق. نشرب ميه عشان نفصل وبعد كده نشوف التاني. المخيط بسعر برضو 3 جنيه. نفس الكمية. حاسس ان الشطة طالعة منه. الشطة طالعة منه، ده في اقوى واحد يعني. الشطة يعني عليها برضو، بصوا يعني لونه احمر ورهيب. نجرب. حراق. الافتر تيست بتاعه بيضرب كده، اللي هو تلاقيه من جوه شويه كده في بقك. الحرقان ابتدى يبان، بس هو مش واو، او يمكن عشان بحب الشطه. لو حد ما بيحبش الشطه ممكن يصير حراق جدا. فممكن لو كنت خدت كام واحده من دول ابتدى الحرق يعني يبقى حراق زياده. لا ده حراق يا جماعه، حراق. بعد ما قعدت شويه انا بتكلم. تقييمي ليهم: الحراق تحفه. لو انت بتحب الشطه هاته. ده يعني انا ما اشتروش تاني لو ما بتحبش يعني لو بحب الشطه جدا. يعني مش عارف اللي في النص ده بقى هيبقى عامل ازاي يعني. مش عارف. طيب نخش على المنتج اللي بعده. المنتج الجديد ده اسمه بونكي. بونكي باف سناكس بالجبنه اليوناني سناكس، جريك تشيز سناكس. ده شكله 60 جرام الجبنه اليوناني، وهو شكله مكور كده. تعالوا نشوف. الريحه بتاعته حلوه جدا، طالع منها ريحه توابل، كميه كبيره قوي. يعني شايف الكميه حلوه. ده بسعر 5 جنيه. تعالوا ندوق. ده شكله يعني ما شفتش الشكل قبل كده تقريبا زي ده. تعالوا ندوق. طعمه حلو جدا. عجبني يعني. بس هو في طعم توابل اكتر. يعني في توابل حلوه، انا مش عارف احدد ايه هي. بس عارف زي شيبسي كلته كده، بس مش فاكر اسمه ايه بصراحه، او مش فاكره هو انهي واحد. بس هو طعمه حلو يعني. انا احب اشتريه تاني. طعمه حلو جدا. طعمه يعني زي الشيتوس، مش بطاطس يعني. مش شيبس، لا زي شيتوس كده، زي البوز بتاع زمان. وطعمه حلو جدا، والتوابل بتاعته عاليه وتحب تاكلها يعني. معانا اخر منتج سويت كورن، اسمه كورني كوبس. سويت كورن ده اللي هو عارفين زي شدني ليه بقى جبته ليه، هو من شركه فوكس بتاعت شيبسي. جبته ليه؟ عارفين العلبه اللي بيبقى فيها الذره الحلوه دي؟ هحط لكم صورتها هنا. دي انا بحبها جدا جدا، بحبها قوي، بحبها كمان على السلطه. قلت اجربه، قلت اشوف هو زي سويت كورن ولا يغزلنا. ما اعرفش جوه حتى شكله عامل ازاي، مش باين. تعالوا نشوف. اوف، ريحته يا جماعه زيها بالظبط. يعني نفسي تشموا معايا، ريحته زيها بالظبط وشكله هتتفاجئوا بيها. ريحته يعني هو الكميه فيه مش كبيره قوي يعني. فيها كام واحده مش عارف، بس قليله. بس الحبايه كبيره يعني. حبايه كبيره، بس ريحته نفس اكنك فتحت العلبه بتاعت السويت كورن دي. ده شكله عامل زي السويت كورن كده، حته صغيره هتقطعها منها اكنك تقطعها من العلبه. في العلبه بيبقى فيها حب الكورن، حب الذره، او حته من الذره جوه. فدي عاملين شكله يعني، بس هو عامل زي شيتوس يعني. طعمه يعني مش طعمه، قصدي اللي هو نفس الهشاشه بتاعت الشيتوس او البوزو او الحاجات بتاعت زمان. تعال نجرب.
لا لا، وحش قوي، وحش وحش وحش. يعني عليه توابل كده زي ملح، هو قايل عليه سويت ومن جوه فيه فعلا سويت، فتحس ان انت جبت سويت كورن وحطيت عليها ملح. هو السلطه ممكن تحط عليها ملح بس لا، ما عجبنيش. يعني حاسس ان انا باكل حاجه حلوه وحاجه حادقه مش سويت اند ساور كمان. لا لا لا، هجرب تاني، يعني مش عايز اجرب تاني. لا لا، وحش ومنصحكوش بيه خالص، يعني خيب امالي. ودي كانت نهايه حلقتنا. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك الحلقات الجديده. الحلقه الجايه يا جماعه هتعجبكم اكيد. لو عجبك اي حاجه من اللي احنا عملناها دي، المنتجات دي نفسك تدوقها، اكتب في الكومنتات. او انت اصلا دقت حاجه منهم ورايك مختلف عن رايي او رايك معايا، اكتب لي في الكومنتات. ولو انت عايزني ادوق اي حاجه او اجرب حاجه جديده، في الكومنتات. سلام.